قبل خاصنا نرجعو فاش كانت كوريا موحدة تحت حكم الأباطرة الكوريين، وكانت شبه الجزيرة الكورية دولة واحدة تحت حكم أسرة أي الكورية. لكن وفي عام 1910 مع الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية تم إسقاط الإمبراطورية وضمها لليابان، وبقات كوريا تحت الاحتلال الياباني لمدة 35 سنة. وانتهى الاحتلال الياباني في 2 شتنبر عام 1945 بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. وهنا قامت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بتقسيم كوريا على قسمين على خط عرض 38، وقام الاتحاد السوفيتي بالسيطرة على الشمال، بينما الجنوب كانت تحت سيطرة القوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا هتبدأ قصة كوريا الشمالية. في تاريخ 9 شتنبر عام 1948 تم إعلان عن تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أو كما تسمى كوريا الشمالية.